أهلا بمتابعيني الحلوين مع فيديو جديد وملخص أجدد. وقبل ما نبدأ أتمنى تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس، ولو حابين نبقى صحاب ونتعرف على بعض أكتر ممكن تتابعوني على انستجرام، هتلاقوا اللينك في الديسكريبشن تحت. ويلا بينا نشوف. آيلا بنت طموحة بتجري ورا حلمها في كوريا الجنوبية، بس لما المنحة بتروح منها بتلاقي قدامها عرض غريب: تتجوز واحد متجوز أصلا ومراته عندها سرطان، واللي بيعرض عليها الجوازة دي هو دكتورها في الجامعة. الموضوع ما كانش سهل، بس آيلا بتوافق على أمل إنها توصل لحلمها، وبتبدأ رحلتها في كوريا وسط حياة غريبة مليانة صراعات بين القلب والعقل، بين الطموح والواجب، بين الحلال والممكن. وفجأة اللي كان مجرد حل مؤقت بيتحول لرحلة عميقة وسط بحر الحياة. بيبدأ فيلمنا بآيلا وهي بتقول لنا قد إيه المدينة دي بالنسبة لها كانت حلم، بس عمرها ما اتجرأت وجت وقفت قدام النهر ده. بس هي دلوقتي موجودة قدام النهر اللي كان السبب الوحيد في إنها تستمر، وبتقف قدامه وبتفضل تبص عليه. وبعدها بنشوفها وهي في الجامعة، والأستاذ فاتح بيبقى بيقول للطلاب على شوية تفاصيل بخصوص كتابة المقالات، وبتقول لنا: أنا عارفة كويس الأستاذ فاتح من أيام ما كنت صغيرة، لأنه منقذي الوحيد وساعدني إني أدخل الجامعة وكمان آخد منحة دراسية. وبتقول لنا إن أكتر واحد بيساعدها إن هي تكمل حلمها هو زيدان صديق طفولتها. وبتركب ورا الموتور وبعدها بتوصل البيت هي والأستاذ فاتح. في اللحظة دي بيوصل زيدان هو وأمه وبيطلب منها يوصل آيلا الجامعة، فبتتخانق معاه وبتقوله: هو أنت سيارة أجرة عاوز تفضل توصلها كل مرة؟ روح واطلب إيديها بشكل رسمي. وطبعا هي تبقى واقفة بعيد وسامعة كل حاجة وبتفضل تضحك وهما ماشيين في الطريق. بيطلب منها تركب وراه بس بترفض، بتعرفه إن هي مستريحة كده طول ما هي ماشية جنبه، بس بيرفض وبيفضل يترجاها تركب وراه. فبتعرفه إن هي هتركب من غير ما يلمسوا بعض لأن التلامس حرام، بس بيعرفها إن مادام هما الاتنين هيركبوا ورا بعض فأكيد هيحصل ما بينهم تلامس. بيطلب منها تبص في تليفونها فبتسمع كلامه وبتطلع التليفون من شنطتها وبتفضل تبص فيه وهي بتضحك ومبسوطة. وبيقول لها: أنا عملت كده علشان تعرفي تواصلي دراستك للماجستير في كوريا. وبيطلب منها إن المنحة الدراسية اللي هتحصل عليها بشكل مجاني هو اللي هيدفع لها التذكرة بتاعتها وهيتولى كل حاجة. وبتفضل تبص للصورة اللي هو بعتها لها وبتبقى مبسوطة، وطول الطريق بيفضلوا يتكلموا عن أكتر الأفلام المفضلة اللي هما بيحبوا يتفرجوا عليها. فجأة أول ما بيوصلوا البيت بتشوف ناس كتير واقفين بره، فبتخاف على أبوها وبتدخل على طول، وبتتفاجئ لما بتلاقيه مرمي على الأرض ومغمى عليه. وبتفضل تعيط والكل بيبقى واقف بره بيتفرج عليها وأبوها بيموت. وبتفضل تبص لصورته وهي بتعيط. وبتمر الأيام والسنين وجارتها بتطردها من البيت عشان مش معاها فلوس تدفع الإيجار، وبتبقى الدنيا بتمطر. وبتقول لنا إن اللحظة دي بالنسبة لها كانت النهاية، بس ما كانتش تعرف إن هي بداية حياة جديدة. وبتاخد بعضها وبتروح لعمتها مايا اللي بتبقى مختلفة عنها تماما، وبتفضل تبص للمكان اللي هي هتعيش فيه. عمتها بتاخدها الأوضة دي وبتبقى متبهدلة تماما، بس بتقرر تنضفها. وبيجي لها الشخص ده وبياكل وبيطلب منها تغسل الطبق وراها، بس بعد ما بتجهز المكتب بتاعها بتحط المصحف قدامه وبتبدأ تذاكر علشان المنحة الدراسية بتاعتها وهي نايمة. بتجيلها عمتها مايا وبتقول لها: انتي لسه بنت صغيرة وشابة وبتبقى عاوزاها تمشي في طريق الحرام. بس آيلا بتفوق وبتستغفر ربنا وبتحاول تفهم عمتها ان هي ما ينفعش تقول الكلام ده، وبتطلب منها تلبس الفستان ده بس بترفض. فبيجيلها ريان ابن عمتها وبياخدها غصب عنها للبار اللي عمتها بتشتغل فيه وبيجبرها تقعد فيه. بيجيلها الشخص ده بس بتضربه، فريان بيجيلها تاني وبيمسكها من ايديها وبيفضل يضرب فيها وبتروح تصلي وبتفضل تدعي ربنا يسامحها على كل حاجة. ومن حياتها الدراسية بتترفض وبتفضل تعيط لأن حياتها بتتدمر، وللأسف بتبعد عن ربنا وبتغير ستايل لبسها. وبيقابلها زيدان وبيبقى مستغربها، فبتفضل تترجاه يمشي ويبعد عنها وما يحسسهاش بالذنب بسبب اللي عملته. فبيتضايق منها وبيسيبها وبيمشي. وبيجيلها ريان وبينادلها علشان تدخل تكمل شغلها. تاني يوم بتبقى قاعدة مع زيدان لوحدهم وبيطلب منها يتجوزوا وهيعيشها حياة أفضل من اللي هي عايشاها، وبيفضل يترجاها توافق. فبترفض تتجوزه لأنها ما بقتش زي الأول. فبيقول لها إن ده كله ما يهموش مادام لسه بيحبها، وبيلبسها الطرحة وبيقول لها إن هما الاتنين لما يتجوزوا هيكونوا زوجين صالحين لبعض، وهما كمان هيخلفوا أطفال صالحين. وهيفضل يشتغل لحد ما يجمع فلوس كتير ويخليها تروح تدرس في كوريا، وكمان هياخدها يفسحها. وبيقول لها إن هو بيحبها وما يقدرش يستغنى عنها، ولما بتوافق تتجوزه بيبقى مبسوط. بالليل بتفتكر لما هي وزيدان قرروا يتقابلوا الساعة 11 علشان تعرف تهرب من عمتها، وبتهرب من البيت والدنيا بتبقى بتمطر. وفي الوقت ده زيدان
بيبقى رايح لها بس بيعمل حادثة، ولمّا بتروح للمكان اللي كانوا متفقين يتقابلوا فيه، بتشوفه بالمنظر ده وبتفضل تعيط، فبيفوق في اللحظة دي وبيطلب منها ما تستسلمش وتفضل ورا حلمها، بس بييجي ريان ابن عمتها وبياخدها وبيمشي، وبتسيب زيدان لوحده مرمي في نُص الطريق وبيموت، وبتفضل قاعدة قدّام قبره وبتعيط لإن كل الأشخاص اللي بتحبهم بيموتوا، بتاخد بعضها وبتروح للأستاذ فاتح وبيبقى متضايق علشانها وبيعرّفها إنه عارف إن هي عايزة تكمّل دراستها في كوريا، فبتفرح لمّا بيقول لها إنه عنده حل، بس الحل ده مش مضمون، فبتقول له أي حاجة تخلّيني أسافر علشان أكمّل الماجستير بتاعي، وبيقول لها في واحدة قرّرت إن هي تتطوّع وتحقق لِك حلمِك، وكمان هتتكفّل بكل مصاريفِك في كوريا، بس عندها شرط واحد وهو إنِّك تتجوّزي جوزها، يعني تبقي زوجة تانية، وبتبقى مصدومة وبتفضل تبُص من الشباك وما بتبقاش عارفة تعمل إيه، بعد تفكير طويل بتقرر إن هي توافق لإن ما عندهاش حل تاني، وبتروح تقعد مع الست دي وبتعرّفها إن هي عندها سرطان وممكن تموت في أي لحظة لإن جسمها ما بقاش يستجيب للعلاج لإنها خلاص في المرحلة النهائية، فبتقول لها إن هي بتدوّر على زوجة صالحة علشان تراعي ربنا في اهتمامات زوجها وابنها، فقايلة بتحكي لها كل حاجة وبتسألها على السبب اللي مخلّيها مُصِرّة عليها بعد ما عرفت ماضيها كُلّه، فبتقول لها: "ماضيكِ عمره ما كان السبب في تحديد مستقبلِك." وبتقرّب منها وبتقول لها: "أنا اسم زوجي تياكو وهو أستاذ جامعي في كوريا." وبتعرّفها إن هو شخص صالح وهي كمان هتبقى زوجة صالحة ليه، فبتوافق على عرضها وبتحضنها من كتر الفرح، بتجهّز شنطتها وبتودّعهم وبتمشي، وبتروح المسجد علشان تتجوّز تياكو. ودي بتبقى أول مرة الاتنين يشوفوا بعض فيها وبياخدها وبيسافروا لكوريا وبيظهر عليه إنه متضايق على عكس آيلا بتبقى مبسوطة وبتطلب منه إنها تساعده بس بيزعق لها وبياخد الشنطة وبيدخل فزوجته بتحاول تهديه وبتعرفه إن هي واحدة واحدة هتتعلم كل حاجة، وأول ما بتدخل البيت بتبقى منبهرة بجماله وبتبدأ توريها أوضتها وهدومها وكل حاجة وبتعرفها إن هي لازم تقرأ أذكار النوم قبل ما تنام وبتحضنها وكأنها بتودعها لآخر مرة وبتسيبها وبتمشي. بتروح لبنتها سوري وبتفضل تقرا لها قصة بس بتبقى زعلانة وبتعرفها إن هي مش عايزة أم تانية غيرها لأنها بتحبها، فأمها بتفضل تعيط وبتحاول تهدي بنتها لأنها عارفة إنها هتموت، فبنتها بتحضنها وفي الجهة التانية تياجو بياخد بعضه وبيروح لآيلا وبيعرفها إن هو اتجوزها علشان دي كانت آخر أمنية لزوجته عائشة، وعارف إن هي قبلت الجواز ده علشان تحقق حلمها في دراسة الماجستير، وبيطلب منها إن هما الاتنين ما يتحاملوش كزوج وزوجة، وبيقرر إنه ينام على الأرض. تاني يوم بيوصل بنته المدرسة وبتبقى راكبة معاه آيلا لأنه هياخدها الجامعة علشان تخلص أوراق مهمة، وبتفضل تبصله لأنه بيعامل بنته بكل حنية وبتنزل علشان تركب جنبه بس بياخد شنطته وبيحطها مكانها فبترجع تاني تركب ورا، وطبعا ده بيضايقها وبيوقفها في نص الطريق وبيطلب منها تستخدم المترو لأن في ازدحام مروري، وبيديها فيزا علشان تدفع بيها وبيطلب منها ترجع قبل العشا، فبتتضايق منه وبتسيبه وبتمشي، بتفضل واقفة في نص المترو ومش عارفة تروح فين لحد ما بيجيلها الشخص ده وبيعرف على طول إن هي إندونيسية وبيبقى اسمه هانيال وبيمد لها إيده علشان تسلم عليه بس بترفض لأن التلامس حرام، وبتفرح لما بتلاقيه بيتكلم إندونيسي وبتوريله المكان اللي هي رايحة له وبيعرفها إنه هياخدها هناك بس بتبقى خايفة منه، وأول ما بتوصل الجامعة بتبقى منبهرة بجمالها وبتروح للدكتور بتاعها وبيعرفها إن في شاب كوري بيفهم إندونيسي وهياخدها ليه علشان يدلها على كل الأماكن اللي هي عايزة تروحها. بتتفاجئ لما بتلاقيها هانيول وبتعرفه إن اسمها الحقيقي هايا بس الكل بينادلها آيلا لأن ده الاسم اللي بتحبه، وبتسأله هو اتعلم الإندونيسي إزاي فبيعرفها إنه كان عايش في منطقة عندهم لمدة شهرين وبدأ إن هو يتعلم اللغة ودايما المدرسين بيعينوه مرافق للطلاب الإندونيسيين الجداد، وبتقوله إن كان في شخص اسمه زيدان هي كانت بتحبه ومعجبة بيه وكان هو الوحيد اللي بينادلها بآيلا لأن كان بالنسبة له هيا صعب بس هو اتوفى، وبتبقى متضايقة وبيبقوا مبسوطين وهما مع بعض ولأنها مش عارفة البيت بيوصلها وبتودعه وبتمشي. بيوصل في اللحظة دي تياكو وبيبقى متضايق منها ما بيرضاش يعبرها وبيسيبها وبيمشي، وبيجهزوا الأكل وعائشة بتبقى عايزاها تتعود على بنتها فبتطلب منها تروح تلعب معاها وفعلا بتروح، بس سوري ما بتبقاش طايقاها وبيروحوا يصلوا كلهم قيام الليل وكالعادة
تيوكو وبنته ما بيبقوش طايقين آيلا نهائي، وبيقرر إنه ينام على الأرض، فبتعرفه إنه هيتعب بس بيطنشها، وبتبقى متضايقة بسبب تعامله معاها. تاني يوم وهي قاعدة في الجامعة بيجيلها هانيول، وبيبقوا مبسوطين مع بعض، بياخدها وبيلبسها لبس كوري وبيفضل يصورها، وبيقفوا هما الاتنين قدام النهر، وبيبدأ يحكي لها عن أول مرة سمع فيها الأذان، وإنه حس بحاجة غريبة. وبعدها بيروحوا للمستشفى علشان يكشفوا على عائشة. وسوري بتبقى خايفة على أمها، فآيلا بتحاول تهديها، وبعدها بتروح الجامعة وبتبقى بتاكل آيس كريم هي وهانيول، وبيبقوا مبسوطين سوا. بياخدها للجامع علشان تصلي، وبيفضل مستنيها بره لأنه مش مسلم، بس بيروح وراها وبيفضل يتفرج عليها وهي بتصلي. وبتتفاجئ لما بتخرج وبتلاقيه بيقرأ في المصحف، وبيحاول إن هو يقرأ اللي مكتوب فيه، وبيطلب منها تشرح له الآية دي، وبتبقى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فبيقولها القرآن أكتر حاجة مريحاه. فبتفضل تعيط فجأة، ولما بيسألها عن السبب بتقول إن أختها بتحارب السرطان، ومبترضاش تقوله على الحقيقة، بس بتبقى زعلانة ومتضايقة على عائشة. وبيطلب منها تدعي كتير وإن شاء الله ربنا هيشفيها، وبياخدها للمكان ده وبيفضل يصورها، وبتبقى منبهرة بيه. بتقوله أكيد أنا هاجي في المرة للمكان ده واكتب اسمي أنا وحبيبي. فبيقول لها طب وليه ما نكتبش أسماء احنا الاتنين سوا كثنائي يعني؟ فبتصدمه في اللحظة دي وبتقوله إن هي متجوزة، وبتحكي له على كل حاجة من البداية لحد دلوقتي، وإزاي وصلت للمكان ده. وبتقول له إن هي وافقت تبقى زوجة تانية علشان تعرف تاخد المنحة وتدرس في كوريا. فبيشكرها لأنها فتحت له قلبها وقالت له على كل حاجة، وبياخدها علشان يوصلها البيت، وبيبقى كيوكو مستنيها، وبتبدأ تعرفهم هما الاتنين على بعض. وبتتصدم لما بيعرفوا على نفسه على إنه أخوها مش زوجته. وهما راكبين الأسانسير بيتخانق معاها وبتحاول تفهمه إن هي وهانيول أصدقاء، فبيقول لها خطوة واحدة بس هتبينك في نظري رخيصة. فبتقول له انت ما ينفعش تحكم عليا حكم زي ده، وبتقول له انه بيساعدها علشان تاخد منحتها الدراسية، واول ما تاخدها مش هيشوف وشها تاني. وبتسيبه وبتمشي، وبيروح لزوجته وبيلاقيها تعبانة ومش قادرة تتحرك، وبتطلب منه يروح لآيلا. فبيعرفها انه ما ينفعش يسيبها وهي في الحالة دي، بيعرفها ان هو وافق انه يتجوز علشان بس خاطرها، بس هو بيكره التعدد وبيفضل يعيط لأنه بيحبها وما يقدرش يستغنى عنها. وبيعرفها إن هي حتى لو ماتت مستحيل ينساها، وبتطلب منه يفتح قلبه تدريجيا لآيلا، هو هيحبها وهيقدر إن هو ينساها بالتدريج. وبتبقى بتقوله كده وهي بتتعذب، فبياخد بعضه وبيروح لها وبيلاقيها مبسوطة لأنها نجحت في المنحة. ولما بتحس إنه متضايق منها بتقرر إنها تمشي، فبينادلها وبتروح له وبتفضل تتخانق معاه لأنه بيعاملها بشكل وحش. بتعرفه إن هي وافقت تتجوزه بس علشان خاطر المنحة الدراسية، وكمان علشان خاطر زوجته، وبتطلب منه يتعلم ازاي يعامل النساء لأن تعامله وحش معاها. وبيسمعوا صوت عائشة فبيروحوا لها على طول وبينقلوها المستشفى. عيلة بتبدأ تقرا قصة لسوري وبتلعب معاها وبتنيمها، وتاني يوم بتحضر لها الفطار وبتبدأ تجهزها علشان تاخدها للمدرسة، بس تطلب منها تشوف أمها فبتاخدها للمستشفى، وبتبقى محضرة لعائشة أكل، وبيقعدوا لوحدهم، وبتفضل تعيط وبتقول لها انتي هتبقي كويسة وهترجعي البيت. بس عائشة بتبقى متأكدة إن هي هتموت، عشان كده بتوصيها على زوجها وبنتها. وتاني يوم بتبقى في الجنينة مع تياكو وبتطلب منه إن هما الاتنين ينفصلوا لو مش طايقها وزهقان من وجودها، فبيوافق وبيسيبها وبيمشي. بالليل بياخدوها للبيت وبيبقوا عاملين لها مفاجأة وهي الأكل اللي هي بتحبه، وبيبقوا بيحتفلوا بمناسبة إن جسمها بدأ يستجيب للعلاج الكيماوي، وبيقعدوا ياكلوا كلهم وبيبقوا مبسوطين وهما مع بعض. وبيروحوا للجنينة وآيلا بتحاول تفهمها هي بتحب بنتها سوري، بس البنت ما تقدرش تستغنى عنها، علشان كده هي لازم تستجمع كل قوتها وتحارب المرض علشان ترجع لأسرتها وتعيش معاهم حياة سعيدة. وعائشة بتقول لها إن هما ممكن يتعودوا على غيابها عادي، وبتبقى متأكدة إن هي هتموت. بعدها عائشة بتاخد جوزها وبيروحوا يقعدوا في مكان بعيد، وبتعرفه إن هي في نعم كتير لازم تشكر ربنا عليها حتى لو هي تعبانة وهتموت، وبتحس فجأة بالبرد فبيحاول إن هو يهديها. وفي البيت سوري بتبقى خلاص اتعودت على آيلا، ولما بيسمعوا صوت عائشة بيروحوا لها على طول، وبتبقى خلاص هتموت، بنتها بتفضل تعيط وبتودعهم كلهم وبتموت، وبيفضلوا يعيطوا. بيجي بعد مرور مدة كبيرة وتيوكو ما بيقدرش ينسى مراته وبيفضل يصلي ويدعي لها حتى كمان سوري بتبقى زعلانة. وبالليل الباب بيخبط، ولما تيوكو بيروح يفتح الباب بيتفاجئ بهانيول بيبقى جايب كيكة وبيطلب منه يقابل آيلا لأنه ما شافهاش بقاله فترة كبيرة، وعاوز يودعها لأنه الشهر الجاي هيروح للخدمة العسكرية. فبيعرفه هي مش موجودة فبيودعه وبيمشي.
بعدها أيلا بتوصل وبيهنيها على المنحة الدراسية وبيعرفها إن هانيول جاب لها كيكة بالمناسبة دي، وبيعرفها إن هي لو عاوزة تتطلق ممكن يطلقها، لأنهم كانوا متفقين إن هي أول ما تحصل على المنحة الدراسية هتتطلق منه على طول. فبتفضل تعيط وبتاخد بعضها وبتروح للنهر، وبتفضل واقفة قدامه وبتتصل على هانيول، وبتفضل تفتكر كل المعاناة اللي كانت بتعانيها وبتقرر إن هي تموت نفسها. بس تيوكو بيجيلها بعد ما هانيول اتصل عليه، وبتفضل تعيط وبتحاول تفهمه إن هي انجبرت على الجوازة دي، هو ما ينفعش يعملها بالطريقة دي، وما اتجوزتهوش علشان تاخد مكان حبيبته عائشة، وبتطلب منه بس يعاملها بشكل كويس ويقدر مشاعرها. فبيعتذر لها على كل حاجة، فبيفضل يعيط لأنه بيحب زوجته ومش قادر إن هو ينساها، وبيطلب منها تديه فرصة علشان يبقى زوج صالح ليها. فبتقوله إن هي كمان هتبذل أقصى جهدها علشان تعامله بشكل كويس زي ما يرضي ربنا. وبيحاولوا هما التلاتة يتأقلموا على بعض. بتوصل سوري تاني يوم للمدرسة، بس فجأة بتفضل تعيط لأنها افتكرت أمها، بس أيرا بتحاول تواسيها وبتبدأ تلبسها الحجاب علشان تتعود عليه. وبيركبوا العربية مع بعض، والأول مرة بيخليها تركب جنبه وبتعرفه إن هي ما عندهاش جامعة والمفروض ترجع البيت، وبيقول لها إن هو كمان ما عندوش دروس. فبيقرر ياخدها على البحر وبيقفوا قدامه، بيقول لها انتي سمعتي قبل كده عن البحر الأبيض المتوسط اللي بيقع ما بين آسيا وأفريقيا وأوروبا، واللي بيربط العديد من المواقع التاريخية من الحضارة الإسلامية؟ وبيبدأ يشرح لها الموضوع ده، والأول مرة بيقرر يعملها بشكل كويس وبيتكلموا مع بعض كأنهم زوجين صالحين، وبتبقى مبسوطة وهي معاه، وبتحس في اللحظة دي إن القدر عوضها عن كل المعاناة اللي كانت بتعانيها زمان. وبيروحوا ياخدوا سوري من المدرسة، وبالليل بتقرا لها قصة، وتيوكو بيبقى شايفهم ومبسوط لأن خلاص بنته بدأت تتعود على آيلا. تاني يوم بيبدأوا يجمعوا كل الهدوم القديمة وبيقرروا يتبرعوا بيها، وفجأة بتلاقي مستندات كتير، فبيعرفها إن دي مستندات ملهاش أي لازمة. وبتتفاجئ لما بتلاقي ملف مهم، وبتقوله مركز الشرطة اللي مكتوب في الملف ده قريب من بيتي القديم. ولما بتفتحه بتتصدم لما بتعرف إن هو المسؤول عن حادث زيدان وكان السبب في موته زمان. فبيحاول يهديها وبيعرفها إنه هيحكي لها على كل حاجة. فبيعرفها إن هو وعائشة كانوا في إندونيسيا وكانت عايزة تشوف عيلتها. بيفتكر لما كانوا راكبين العربية سوا وكانوا بيتخانقوا مع بعض لأنها عاوزة تجوزه بنت تانية غيرها وهو بيحبها، وطول الطريق فضلوا يتخانقوا مع بعض لحد ما زيدان ظهر فجأة وضربه بالعربية، وطلب من عائشة قبل ما يموت إن هي تدور على آيلا. فبتعرف إن هما كانوا مخططين لكل حاجة من البداية، فبيترجاها تسامحه لأنه كان هيحكي لها على كل حاجة، بس بتجهز حاجتها وبتقرر تسيبه وبتمشي. بيروح وراها فبتسأله إذا كان يقدر يعيش مع الشخص اللي كان السبب في موت عائشة ولا لأ، وبتسيبه وبتمشي. وطول الطريق بتفضل تفتكر ذكرياتها مع زيدان، وبتروح لقبره وبتجيلها أم زيدان وبتحاول ترجعها لزوجها، وبتقول لها إن ده عمره وقدره وما ينفعش تدمر حياتها علشان حاجة هي ملهاش ذنب فيها. فبتفضل تبص لصورته وهي بتعيط وبتروح للشط، وبتتفاجئ لما بتجيلها سوري وتيوكو بيفضل يترجاها تسامحه وبيطلب منها يبدأوا حياة جديدة. فبتوافق وبيمشوا هما التلاتة مع بعض كعيلة سعيدة. وبعد مدة كبيرة بيفرح لما بيلاقيها حامل وبيبقى ولد، وبيقرروا يسموه أقصى. وهنا بيخلص فيلمنا، ودي كانت قصتنا النهاردة. ما تنسوش اللايك والسبسكرايب وتفعيل الجرس عشان في أفلام أجدد وألذ معانا. وبس كده.